عليكم، ازيكم؟ النهارده هنعرف ازاي نعمل عملية ايداع في ماكينة الصراف الآلي بنك مصر. خليكم معايا. دلوقتي احنا حطينا الكارت من الحتة اللي هي الذهبية دي، اللي فيها العلامة الذهبية دي. بعد كده هتجيلنا اللغة انجليزي ولا عربي، هنختار عربي. بعد كده هنكتب الرقم السري بتاعنا متكون من 4 أرقام. بعد كده هندوس أخرى دي. بعد ما ندوس على ايداع نقد فوري، الدرج الكبير ده هيتفتح وهنحط فيه الفلوس بتاعتنا. لو الفتحة بتاعت الدرج عريضة كبيرة يعني هنحط الفلوس بالعرض. لو الماكينة بتاعتنا الدرج بتاعها او الفتحة بتاعتها صغيرة هنحط الفلوس بالطول. تمام. معلش انا اسف ان ما جبتلكمش الحتة دي، عشان عقبال ما طلعت الفلوس وكده كانت عملية باظت، كانت عملية اتلغت. بعد كده رجعت عملت عملية ايداع تاني ونسيت اوريكم بحط الفلوس ازاي. فانا من الفيديو الصغير ده فبقول لكم يعني خلاص. لو الفتحة بتاعت الماكينة كبيرة عريضة يعني هنحط الفلوس بالعرض. تمام. لو الفتحة بتاعت الماكينة صغيرة هنحط الفلوس بالطول. خلاص، شكرا. حاجة تانية، واحنا بنعمل عملية الايداع الفلوس اللي احنا بنحطها في المكنة تبقى جديدة، ما تبقاش ولا فيها ولا مكرمشة ولا قديمة ولا مقطوعة ولا حتى مكتوب عليها بالجاف. لا، ما ينفعش. خلاص، ولا مكتوب عليها. يعني لما نيجي نحط الفلوس نحطها تكون معانا صالحة انها تتحط في الماكينة، لانها لو غير كده الفلوس هتطلع لك تاني. خلاص، الماكينة مش هتقبل عملية الايداع بتاعتك. خلاص، اما تيجي تحط فلوس كمان تحطها قليلة، مش كتير. هو بيسمح لك بمبلغ معين بتحط في الايداع. خلاص، يعني مثلا زي ما انا حطيت كده 1800 جنيه. ممكن تحط يعني 2000 مثلا، اكتر من كده بشوية 2000 ماشي. او ممكن تحط يعني 1000 مش لازم تحط الفلوس كلها مرة واحدة. خلاص، في حاجة تاني، لو حطيت الفلوس مكرمشة او قديمة، المكنة ممكن الفلوس تتحشر جوه المكنة وما تطلعلكش تاني، ويعملوا لك الغاء العملية. تمام كده هتضطر تروح البنك عشان تستلم فلوسك تاني، او تعمل شكوى عشان تاخد فلوسك تاني. حصلت معايا قبل كده. خلاص، دخلت لهم البنك وحتى بتاعت خدمة العملاء فضلت تكلمني كده بزعيق كده، بتقولي ازاي تحط الفلوس دي كلها في الماكينة. وبعد ما واحد منهم من من البنك يعني راح جاب لي فلوسي، قالت لي ازاي دي مش فلوس تحطها في الماكينة اصلا، لان الفلوس كانت مش جديدة اوي او قديمة. فانا بقول لكم عشان تخلي بالكم من الحتة دي. خلاص، لما تيجي تحطوا فلوس تحطوها جديدة وما تحطوش فلوس كتير. خلاص، 1000 جنيه بالكتير. خلاص، شكرا. بعد كده هنختار ايداع نقدي فوري. الدرج ده هيتفتح لنا طبعا. الفلوس لما الدرج ده يتفتح لنا هنحطها فين. تمام، وهي بتعد الفلوس دلوقتي. انا حطيت 100 و100 و 1600 200 200. تمام، كله 1800.
ماشي. بعد كده هندوس استمرار. بعد كده هل تريد ايصال المعاملة، ممكن اقول لا. لو انا عايز ايصال هدوس نعم، لو مش عايز ايصال عادي ممكن ادوس لا. كده كده هيبعتولك رسالة على التليفون بتاعك، على الرقم اللي انت مديهولهم، اللي انت مسجله عندهم في البنك بالمعاملة. كده تمام، الفلوس وصلت لي، بعتولي رسالة. طيب بيقول لك تم قبول عملية الإيداع، هل تريد إجراء عملية أخرى؟ أنا هقول لأ. لو أنت عايز تعمل عملية أخرى نسيت تعملها المرة اللي فاتت هندوس نعم، أنا هدوس لأ. خلاص كده الكارت بيطلع لنا عادي، وخلاص كده كده خلصنا عملية الإيداع بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة واضغطوا على زر الجرس عشان كل جديد يوصلكوا. شكرا.